قبل أن أتحدث عن اللقاء لا يسعني سوى الشكر للزميل إسلام البرقاوي وإلى المحللين الأفاضل الكابتن رشيد المهدية. وجول عمرك ما تآمن غدرها، عمرك ما تآمن غدرها. غدارة يا كورة، غدارة يا دميري يا دميري يا دميري يا دميري يا دميري يا دميري. على طول غدرت، لعبتها من اولها ناوية، من اولها عايزة. وايه الغلط ده؟ ايه الغلط ده يا اكرم يا هادي؟ ده انت حتى اسمك الهادي لازم كنت تبقى مخلي بالك. ولكن الدميري على طول للوحدات. اهي طولية عالية، مين كان هيصدق؟ وقف اتركب، هي المية اللي موجودة في الملعب. لكن هو غدر كرة القدم، هو غدر كرة القدم. ولكنه الوحدات الكبير في هدف في مرمى المريخ السوداني. اشتعل يلقاء وولع يلقاء. خليك ماتش حلو، عايزين نشوف كرة جميلة. وهنا الدميري في كرة غير متوقعة، ابرز المتفائلين لم يتوقعها. ولكن هي كرة القدم كما عودتنا على غدرها. 1-0. محمد الدميري في هذا التوقيت يضيف اولى اهداف اللقاء في الدقيقة الاولى. واعتقد ان هذا الهدف هو اسرع هدف دخل في مسابقة دوري ابطال العرب حتى الان. 1 الوحدات لا شيء المريخ. اللقاء الذهاب انتهى بفوز المريخ ب3 أهداف مقابل هدف واحد. ضربة حرة مباشرة وصفارة موجودة من محسن بسمة. ادي التمريرة وادي التسديدة الارضية والجول في هذا التوقيت يظهر رأفت، في هذا التوقيت يظهر رأفت. لكن فيها ايه؟ مخبي ايه يا حكم؟ مخبي ايه يا حكم؟ لا ده هي جول، ده هي جول. ولكن هناك اعتداء على حسن عبد الفتاح. لكن الانسان رأفت يعيد الامال والطموح في هذا الوقت بهدف ثاني جميل. لكن يا جماعة ارجوك يا مخرج عشان خاطري عيد تنفيذ الضربة الحرة المباشرة مرة ثانية. ارجوك ورينا ازاي التكتيك اتعمل. شكرا ليك. اهي ادي التمريرة والعدلة والسندة وادي رأفت. رجليك عايزة تتلفف حرير يا رأفت. اهي العدلة من مين؟ من شلباية ورأفت. قلت لكم النهاردة هم حاملي الامال وحاملي العقود الذهبية بالنسبة للأولوية التهديفية لنادي الوحدات. لم أكذب ولم يكذب وصدق شلباية ورأفت بهذا الهدف الجميل. 2-1. اهيا اكرم الهادي يعاني. ارجو الزملاء في الاستوديو التحليلي ان يتعرضوا لهذا الموقف. هنا حسن عبد الفتاح داخل يجيب الكوره وادي التدخل القوي. ادي حسن عبد الفتاح، عدى حسن بيحاول يلعب البينيه، تتهيأ عند عامر، تمريره بينيه ومحاوله للتسديد ومرور وتسديد وجول رأفت الكبير، رأفت علي. قايل لكم من اول الشوط الثاني هيبقى فيه اثاره، هيبقى فيه تشويق، هيبقى فيه تهديد. وادي في منطقه الجزاء الهدوء، الاستلام، التركيز، المرور، العدل على يمين حارس المرمى ولا هيقدر يعمل لها اي حاجه. كده تبقى 3-2. اللقاء يبدأ هو يميل لناحية الوحدات. هل هيميل زي ما مال في الشوط الأول ويبقى فيه عد للكفات؟ لكن اهيا على اليمين بتعمل ايه يا حارس المرمى عشان ما حدش يقول ان انا بتكلم على حارس المرمى بغير المعلوم. في حارس مرمى بيعمل كده. ادي الهدف الثاني. 3 الوحدات 2 المريخ. وادي هنا رأفت علي، تسديدة حلوة جميلة. يا سلام على الاتقان. تاني اهدافه في لقاء النهارده رأفت علي، تاني اهدافه في هذا اللقاء رأفت علي احمد جبر. ما فيهاش تسلل في وسط الملعب. تحضير من جانب حسن عبد الفتاح. اللقاء القادم اللي هيجمع بين الفريقين. وهنا غلطة موجودة ورأسية على طول وجول. غلطة الشاطر ب1000 على طول. غلطة موجودة ولكن محمود شلباي بيضيف الهدف الرابع لمصلحة نادي الوحدات. محمود شلباي ادي هدف هو الموجود في هذا التوقيت. وادي محمود شلباي بيعيد الامل مرة تانية لجماهير نادي الوحدات في لقاء اليوم. اهيا اتقطعت وادي الرأسية اللي رجعت بالشكل الخاطئ من جانب نصر الدين شغيل. ولكن الرأسية والارتقاء من جانب شلباي ورأسية كده لوب. هي معمولة الحاجات دي عشان شلباي عشان يحطها لوب من فوق حارس المرمى. هنا في انطلاقة مرة تانية ومحاولة من جانب رأفت علي. تتسلم عند عامر ذيب، بيحاول ينطلق والضغط موجود عليه من ناحية اليمين من محمد علي سفاري. عامر ذيب يلعب عرضية وتسديدة وجول. ما في خيال ولا في استغراب من كرة القدم.
هي عجيبة وهي غريبة، يوم ليك ويوم عليك وتبقى في ايدك وتقسم لغيرك، لكن في النهاية الوحدات بيجيب الخامس، الوحدات بيجيب الخامس. مين اللي جاب الهدف دون؟ مين اللي جاب الهدف دون؟ عايز اشوفه. هنا ده محمود شلباي، هنا ده محمود شلباي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مارادونا يظهر في استاد الجويسم ويتمثل هنا في محمود شلباي على يمين اكرم الهادي. لكن يا جماعه مش قايل لكم عامر ديب هو اللي عامل الشغل كله اهيا على طول. يسلم عند احمد عبد الحليم، يلعب اماميه احمد عبد الحليم، وحاول المره دي وراسيه بتنزل جوه منطقه الجزاء، والجول والجول الجول. لكن وحدك ما غيرك يا رأفت، لك المحبة يا رأفت، لك الود يا رأفت، لك الجولة الكبيرة تنقال. علوا الرايات، علوا، طلوا الوحدات، طلوا. رأفت علي بالسادس، رأفت علي بالسادس في ليلة ظهر فيها القمر وتبدد فيها الحلم، والغلطة لم تغتفر لأمير دامر، ولكن رأفت يعرف كيف يتعامل مع الكرة وكيف يودعها في الشباك. رأفت علي ولا عوض راغب؟ لا ده عوض، معلش انا اسف يا عوض، عوض راغب. لكن رأسية هي، وادي عوض راغب هو نازل عشان دي، هو منزله اكرم سلمان عشان دي. 6-3 لمصلحة الوحدات، 6-3. نقولوها بكل حياد، وارجوكم حتى لا يتعرض البعض ويقول ان المعلق غير محايد. يا جماعه اداء اللقاء هو اللي بيفرض المعلق على الكلام، واحلى من كده جول مش هتلاقي. وهنا ركله الجزاء لمصلحه الوحدات، وهنا رأفت يتقدم ويحاول رأفت ان هو يصنع الفرحه، وكيف لا وهو صانع السعاده بهدفين في هذا اللقاء. رأفت علي واكرم الهادي ورأفت، والجول رأفت علي، رأفت علي، رأفت علي، رأفت علي، اللاعب الإنسان، الأسطورة الخالدة والأسطورة الكبيرة. علي جمعة لم يرحل، صورته تمثلت في رأفت علي هنا ب7 أهداف اللقاء. 7-3. والله مباراة كرة قدم، عشان ما حدش يقول ده بيعلق على مباراة بلاي ستيشن، ده هي مباراة كرة قدم. وادي شفيع، البكاء في عينك يا شفيع، هي دموع الفرحة وهو الحب الذي زرع في قلبك انت وزملائك. ولكن هون عليك يا مريخ، فالظروف التي وضعت فيها بالتأكيد لم تكن بالظروف المناسبة.